اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني والله وحياة ربنا. هقول لكم أنا فين دلوقتي. أنا عند أختي، بس الإضاءة سيئة جدا ومش عجباني، وعشان كده ما كنتش عايزة أنزل الفيديو ده. حتى بقاله معايا كام يوم والله، فبقول على الإضاءة مش حلوة وأنا مش عايزة أتعب عينكم معايا. بس قلت يلا مفيش مشاكل، هنزل الفيديو ونفرح مع بعضينا. رحت سألت على اختي تعالي اقعدي شويه، تعالي اقعدي شويه غيري جو مش عارفه ايه. فرحت، فلما اي مكان بروح فيه بيقولوا اطبخ اعملي لنا اكل مش عارفه ايه، وحشنا اكلك الكلام ده كله. فهي ربنا يوسع عليها ويزيدها من الخير يا رب، دايما بتربي الطيور في البيت زي حالاتي كده يعني. بص الاضاءه مش حلوه ازاي، بس يلا معلش استحملوني. فكانت مطلعه فراخ من قبلها بيوم، من بالليل يعني فكت من التلج. رحت غسلتها زي ما انتم بتشوفوني متعودين ان انا اغسل معاكم الفراخ بملح ودقيق وليمون، وظبطتهم. وجيت هنا عملت بصل ولورا وحبهان وعودين قرنفل والحاجات دي. وهبدأ ان انا اعمل ايه، الفراخ كلها اتبلها بالخلطة الجميلة دي. مش هحشيها رز ولا هحشيها فريك، خلاص. ف وما ننساش الفلفل الاسود والكزبره. ورحت بقت ايه بعد ما حطيت التتبيله والخلطه الجميله دي، رحت كتفتهم وسبتهم شويه، ما ولحتش عليهم على طول، قلت خليهم شويه في التتبيله يتشربوا منها عقبال ما اشوف هعمل ايه كمان تاني. اهو جبت الحله ورصيتهم فيها وغطيتهم وحطيتهم على البوتاجاز، ما ولحتش على طول. وبقيت التتبيله الطماطم مع البصل رحت ايه حطها عليهم. جيت هنا قلت ايه خلاص هتعملوا ايه اكل يا ام محمد؟ راحت قالت اللي انت عايزينه. هي كانت جايبه سبانخ، رحنا قلنا خلاص هنعمل السبانخ. طبعا السبانخ جميله وحلوه وكلنا بنحبها. فلما الاضاءه مش عجباني في المطبخ رحت طلعت بره في الصاله وقعدت كده وقلت ايه. فهم طلبوا مني يصوري فيديو، قلت لهم خلاص ماشي مفيش مشاكل. قلت اذا كان هنصور يبقى اطلع في الاضاءه شويه علشان خاطر ايه نغير جو المطبخ. الصاله ايه فيها اضاءه كويسه. فرحت جبت السبانخ قعدت ان انا ايه اظبط فيها واحده واحده. الحتت اللي مش حلوه نشيلها والحتت الحلوه نخليها. فيها عيدان كده صفرة ما ينفعش ان احنا نطبخها. وكمان الكزبره، السبانخ بالكزبره طعمها روعه وجميله، لكن ما احبش احط لها شبت. بس وكمان رحت قطعت البصل كمان في الصاله برضو، قلت إيه عشان خاطر الاضاءه بتبقى كويسه. جبت بصلايه كبيره حلوه اهو، وقلت اعملها قطع صغيره عشان ابدا ايه نقلل السبانخ. طبعا ايه من لازم ان احنا ايه نروح لبعضينا ونسأل على بعضينا. اختي قالت تعالي ما تأخرش عليها اروح واشوفها، مو ابيت ليلة لو كنت فاضية مريش حاجة مفيش اي مشاكل. بنتي ما كانش عندها درس اليوم ده ولا، وكان صباح جمعة فبيت عادي مفيش أي مشاكل. وصراحة أقول لكم يعني بجد، بص جيت على البوتاجاز الإضاءة مش حلوة، يلا مش مشكلة. رحت بقت ايه، انا بجد لما اكون عند بيت ابويا ولا عند واحده من اخواتي بتبقى الفرحه مش سايعاني. ببقى مبسوطه، بنسهر سهره حلوه، بنقعد نحكي نضحك نهزر كده يعني، ببقى فرحانه جدا وانا عند اهلي وحياه ربنا. وطبعا اهل جوزي بقت بيجوا عند حماتي بشوفهم وبيشوفوني. ولما يكون في اي مناسبة عندي ولا عندهم بنروح لبعض برضو في اي حاجة بنتجمع بنكون مبسوطين وفرحانين. اللي هو ايه طول الوقت جوا البيت مش بنروح في حتة، فما نصدق نشوف بعض يعني. يا رب ما يحرمكوش من بعضكم ومن اهاليكم، وتروحوا وتسألوا على اهلكم وتشوفوهم وتبصوا عليهم. لازم نغير جو يعني، لازم بجد. ان شاء الله كل 15 يوم كل شهر كل 20 يوم، المهم ان احنا ايه نصل الرحم ونسأل على أهالينا ونشوفهم. خلاص يا حبايبي. شوحت البصلية شوية أهو، قطعت معاها فصين توم، وعملت الطماطم في الخلاط وصفيتها ونزلت بيها على طول. اتسبكت وبقت كويسة. وجيت إن أنا هقول لكم في وقتها. هنا الفراخ إيه أهو، كنت عايزة أوريكم التسبيكة، ما كناش ميار فاتحة الفيديو وأنا بنزل بالسبانخ على طول، قلت يلا مش أول مرة نعمل سبانخ معاكم. وهنا غليت ميه ونزلت على الفراخ على طول، وهبقت شوربه جميله اهي وبتتسلق براحتها. هنا هعمل ايه، هعمل لسان عصفور وهعمل رز بالشعريه كمان. بس فكنت بحكي بقول لكم ايه اني
ربنا دايما يجمعنا في الخير مع بعضينا، ودايما نشوف بعض سعداء وفرحانين، وندعي ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، ونستغفر ربنا كتير. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب يا حبايبي. هنا السبانخ اهو حطيت عليها معلقة رز مغسولة، ولو في فريك نحط فريك، مفيش يبقى رز مفيش مشاكل. ولما لو انتوا حابين تعملوا لها جدحة زي الملوخية ماشي، بتكون جميلة وحلوة. مش حابين خلاص انا استكفيت بكام فص توم اللي انا قطعتهم مع البصلاية. بس هزودها شوية شوربة واغطي عليها واسيبها تستوي براحتها. وهنا طبعا الشوربة كان فيها كمية بصل ولورا وفي صوص الحبهان، فلازم ان انا اصفيها عشان الحاجات دي ما تروحش في الرز او في الشوربة. خلاص يا حبايبي، جبت نفس المصفى اللي غسلت فيها الرز اهو، بدأت اصفي بيها الشوربة عشان تبقى رايقة كده وجميلة وحلوة. في رز بيحتاج شوربة كتيرة، وفي رز ما بيحتاجش، فاحنا نخلي بالنا نحط شوية على المعجول، عوزنا نبقى نزود تاني، ما احتاجناش خلاص. وهنا السبانخ اهو زودت حوالي كبشتين 3 من الشوربة. كانت الشوربة الكبشة حسيت ان هي مش هتنجز معايا، فجبت طبق بقيت اخد بيه. حطيت فلفل اسود وحطيت كزبرة وظبطت الملح بتاعها وخلاص. بصوا الإضاءة عاملة ازاي، معلش سامحوني. هعمل لسان عصفور كمان. معلقة سمن بلدي كده صغيرة ورحت مشوحة فيها. بصوا السبانخ جميلة وحلوة بس الإضاءة، يلا معلش. هما بقت قالوا لي خلاص ما تزعليش من الإضاءة، ان شاء الله ان شاء الله المرة الجاية نبقى نغير لك اللمبة دي. قلت لهم ما فيش مشاكل. الرز استوى كمان اهو، والله جميل وحلو، بس اللون يلا بصوا مفلفل وحلو ازاي. يلا. ولسان العصفور خد لون اهو. وانا بحب بعد ما احمر لسان العصفور اقطع عليه طماطمايه صغيره، يا اما معلقه عصير طماطم اكون شايلاها من الوصفه اللي عملتها من قبله. ليه؟ علشان خاطر بتخلي لون الشوربه كده جميل محمر، حاجه بسيطه كده بدل ما تبقى لونها ابيض خالص. انا متعوده اعمل معاكم في الفيديوهات كده، وامي برضو بتعمل الحركه دي، واخواتي برضو، واخوات جوزي، يعني كلنا هنا بنعمل لسان العصفور بالطريقه دي. حاجة بسيطة كده طماطم يعني. والفراخ استوت اهي. بس طبعا انا مش هحمرها، انا هدخلها الفرن تحت الشواية ان شاء الله مسافة ربع ساعة على كل ناحية شوية، هتكون خدت لون جميل. والشوربة كمان للسان العصفور لازم نصفيها اهو. يا رب. اشهد لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. هقول لكم على فكرة حلوة للسان العصفور لما تكونوا بتعملوه، لان هو طبيعي بينشي وبيتجل بسرعة. فاحنا نجلل لسان العصفور ونكتر الشوربة فيه، واول ما يغلي نروح طافين عليه. عقبال ما نقعد نغرف بقية الاكل هيكون هو خلاص سخونة الشوربة سوته، علشان خاطر ما ينشيش، وعلشان خاطر ما يعملش يتجل ويتخن كده معانا، وما يكونش فيه شوربة. طلعت الفراخ اهي استوت وبقت جميلة. جبت قطعة سمن بلدي صغيرة، وعلى كل فرخة حطيت دهنة كده على السريع. ممكن معلقة زيت، ممكن اي مادة دهنية الموجود يعني. يا رب اهو دخلتهم تحت الشواية، وكل شوية بقيت اقلب فيهم على كل ناحية لما خدوا اللون الحلو الجميل ده معانا. ايه رأيكم؟ بقول لكم ايه رأيكم؟ كان والله يعني اللقمة في اللمة كده بتكون جميلة ولها طعم حلو والله، حتى لو كان الأكل عادي جدا بيبقى له طعم حلو كده وجميل في وسط اللمة. وكانوا فرحانين بينا والله، وكانوا يعني مبسوطين جدا، واحنا برضو كنا مبسوطين واحنا هناك. غرفت بقى الرز اهو. احط في طبق كبير طبعا. لما نكون احنا في موجودين، حتى لو كانوا اخواتي في مكان وان انا اقف اعمل الاكل، فباخد رايهم، يعني بتغرفوا الاكل ازاي في اطباق صغيره زي ما انا متعوده، في طبق كبير مثلا الرز الحاجات دي قالوا اللي انت عايزه تعمليه اعمليه، واللي تعرفيه اعمليه، احنا هنعرف عنك. وبقوا قاعدين يضحكوا ويهزروا معايا. قلت لهم ايوه طبعا لازم اخد رايكم. حتى لو كنت عند امي برضو، واحده من مراتات اخواتي تعالي اطلعي ساعديني في المطبخ، تعالي اعملي انتي، قومي اعملي وصوري كده، برضو لازم اخد رايهم اعمل كيف وكده برضو.
حطينا الطبلية اهو، فرشنا عليها جورنان، ورحنا ايه بقى، ورصينا الاكل اهو، سبانخ وشوربة ورز، وطلعنا مخلل، والفراخ اهي ابن اختي ده ماير بتجيب عليه بالكاميرا هروح جنب منطور. بس كده، يا رب يكون عجبكم الفيديو النهاردة وتكونوا اتبسطتوا معايا، واسفة على التأخير بنزول الفيديوهات، وهنشوف الفراخ مع بعضنا مستوية ولا لا. بقول لكم ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب. ايه رأيكم؟ بصوا الفراخ مستوية وجميلة اهو، بألف هنا يا رب للي اكل حاجة. دعوة حلوة وكومنت حلو، والسلام عليكم.